مطرقة الأبطال ب165 وسام، وهنرجع نرقي الملك بالمطرقة. فهنتك نعم، 1 2 3، وادي كده والملك معانا بقى ليفل 50 ووصل معانا للماكس، مش هنعرف نمكسه تاني غير في المستوى القادم. زي ما انتم شايفين وفرنا 2 هيل، ووفرنا خاصية الملك وخاصية الملكة، وقضينا على الدعم. استراتيجية جبارة يا جدعان، اقسم بالله. يعني انصحكم ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم بفيديو جديد عن لعبة كلاش اوف كلانس. النهارده بعد مرور فترة كبيرة وفترة محترمة، ومع واحد من اطول تاونات واحسن تاونات اللعبة، واللي هو تاون هول 11. اقدر اقول هانت قوي وابقى فنشت التاون هول 11 ووصلت للماكس. زي ما انت عارف النهاردة هنرقي الملك للمستوى، او من المستوى 48 للمستوى 50. ده غير شوية ترقيات كده وهجمتين على الماشي. بس في البداية ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتذكر الله، فعلا بذكر الله تطمئن القلوب. كمان ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، مش هيخسروك اي حاجة. وكومنت لطيف ظريف كده علشان تشجعني على نشر المزيد من الفيديوهات. وكفاية كده، يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. طيب زي ما انتم شايفين كده يا حبايب، الموارد عندي فل، ولسه عندي الملك الملكة والآمر بقى المستوى الأخير. فتعالوا كده نشوف الملك بتاعنا بيقول ايه. هو زي ما انتم شايفين كده المستوى 48. فاحنا كل اللي هنعمله النهاردة هنرقي الملك بتاعنا للمستوى 49 باستخدام 119، وهنستخدم عليه كتاب الأبطال اللي معانا. انهاء ترقية ماشي. زي ما انتم شايفين ما بقاش معانا موارد، بس معانا أوسمة، فاحنا هنخش على المتجر، نخش على الأوسمة. فهنا هنشتري من هنا مطرقة الأبطال ب165 وسام، وهنرجع نرقي الملك بالمطرقة. فهنتك نعم، 1 2 3، وادي كده والملك معانا بقى ليفل 50 ووصل معانا للماكس، مش هنعرف نمكسه تاني غير في المستوى القادم. زي ما انتم شايفين كده بقى كل الابطال عندي ماكس، وخلصت من الاكسير اللي عندي. وزي ما انتم شايفين عندي الموارد فل والذهب فل. فاحنا كنا هنعمله هنرقي كام قطعة سور كده بسرعة قبل ما نهجم الهجمتين. وادي اول حبة سور معانا هنرقيها بالجولد، وادي نخش على التانية كمان حباية. ادي كده رقينا 3 4. يلا ماشي. شايفين ادي الجيش اللي احنا هنهجم بيه. كل اللي احنا هنعمله هنطلب الدعم بتاعنا عبارة عن 1 تجميد، 1 سكيلتون، وآلة قاذفة الجذوع، وآخر حاجة 1 ييتي، وواحد من الهوج، وواحد من اللي هي الساحرة. دوس تأكيد، وبعد كده هدور على خصم مناسب وارجع لكم نهجم عليه مع بعض. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين ادي الخصم ماكس، بس ان شاء الله نقدر نمسحه بكل سهولة باستخدام الاستراتيجية دي. طيب اول حاجه هننزل التلاتة الجولم، بس ثانيه، ادي التلاتة الجولم، وهننزل ادي مفجرين الاسوار يفتحوا لهم، بعدين ننزل بالويتش وراهم. ننزل اخر حاجه بقاذفه الجذوع، علشان نزلنا بقاذفه الجذوع علشان تجيب لنا المدفعيه. بعد كده هنزل بالملوك كلها من المنتصف على اساس ان هي تخش المنتصف التصميم. بعد كده هستخدم الاسكليتونات للتشتيت. طلع علينا الدعم، طيب تمام. هنحط واحده سكليتون في المنتصف، وهنشغل قدره الامر. كمان هنرمي واحدة غضب علشان نقدر نمسح جزء كبير من التصميم. زي ما انتم شايفين لسه الدعم مخلصناش منه، بس الملكة هتقدر عليه وهتوقعه بكل سهولة. خاصية الملك خسرناها، لسه معانا تعويذات. ممكن نرمي واحدة هيل دلوقتي ماشي. الجيش بينضف يمين وشمال كويس، وهنقدر ان شاء الله نمسح ان شاء الله. الملك دخل لمنتصف التصميم وبيحمي الجنود. زي ما انت شايف هنرمي هنا واحدة عشان نشتت الجزء ده، نشتت الانفيرنو المضاعف هنا. بس للأسف خسرت الملك. مش مهم، بس هقدر ان انا اقضي على الانفيرنو ده، لان هو اللي بيشكل مشكله هقضي عليه باليتي. زي ما انتم شايفين الجيش قدر ان هو يمسح جزء كبير من التصميم. تفتكر الهجمه هتخلص مسح ولا لا يا صديقي؟ لسه عندي خاصيه الملكه الوحيده اللي موجوده دلوقتي، بس ان شاء الله اقدر اقول لك ان الهجمه هتخلص مسح. يعني ثقه في الهجمه، بس لان انا كل الخصوم تاون هول 11 قدرت امسحها باستخدام الاستراتيجيه دي. طيب زي ما انت شايف لسه معانا وقت طويل. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. قدرنا نمسح التصميم بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كان تصميم ماكس، وقدرنا ان احنا نمسحه بكل سهوله. دلوقتي هجهز الهجمه التانية. طب ما تلقي المكافاه اهي. هجهز الهجمه التانية بالدعم، وهجيلكوا اول ما الاقي خصم مناسب نهجم عليه سوا مع بعض. طيب يا شباب، ادي الخصم وادي الخصم زي ما انتم شايفين ماكس، بس بيرقي برج ساحر هنا وبيرقي ماشي. احنا هنحدد الجولم وهننزل بيه من الجنب ده.
ماشي، ادي 1 2 3، وهننزل بمفجرين الاسوار وراه عشان يفتح لنا التصميم، وهننزل بالويتش اللي معانا، هننزل بقذيفة الجوتيلا علينا دعم. ماشي، ادي الملك وادي الملكة وادي الامر في الولاية الارضية، وهننزل سكيليتون للتشتيت علشان الدعم ده. وللاسف الجيش انحرف شوية. ايه ده، الجيش انحرف على ماشي، بس لسه قذيفة الجذوع، وان شاء الله الملكة تخش جوه تقضي على اسمه إيه ده، التنين الالكترو دراجون وخاصية الامر. طيب زي ما انتم شايفين الملكة قدرت تقضي على الإلكترو دراجون بكل سهولة. كمان الآلة انفتحت في منتصف التصميم، وإن شاء الله أخلص من الإنفيرنو ده. هو مشكلتي واحدة غضب طبعا عشان أحافظ على الجيش. تمام تمام تمام. واحدة تجميد. ماشي. زي ما انتم شايفين الجيش انتشر بكل سهولة، ولسه معايا واحدة غضب واتنين هيل محافظ عليهم، ومحافظ على أغلبية الجيش. تلات أرباع التصميم اتدمر، ولسه قدامي دقيقة و53 ثانية. تمام. نضطر نرمي هنا واحدة هيل عشان نحافظ على الجيش بتاعنا. فعل خاصية الملك. زي ما انتوا شايفين وفرنا 2 هيل، ووفرنا خاصية الملك وخاصية الملكة، وقضينا على الدعم. استراتيجية جبارة يا جدعان، اقسم بالله. يعني انصحكم ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. طيب تم تلقي مكافأة النجوم. ملعبش كتير انا برضو يا جدعان. طيب دلوقتي كل اللي احنا هنعمله، تعالوا طيب نشوف هنعمل ايه بالذهب الاكسير اللي معانا. تعالوا نرقي القنابل العملاقة ما هي اللي باقية للفخاخ. ماشي، ادي اول قنبلة معانا. تعالوا نرقي التانية. ادي تاني قنبلة معانا، وتالتة. هم لسه بدأ. ماشي، تالت قنبلة معانا. وتعالوا نشوف الرابعة. مش هتترقى، مش معانا ده كتير. طيب سهلة. كل اللي احنا هنعمله هنخش على المكافأة اللي هي القلعة، وهنجيب الموارد اللي جواها، وبعد كده هندوس على العمال ونجيبها. ادي القنبلة الأخيرة معانا، وابقى كده خلصت من القنابل يا جدعان ووصلتها للمكسب. بس زي ما انتم شايفين في اكسر كتير، فتعالوا نرقي بيه جدران. زي ما انتم شايفين انا رقيت بتاع 8 أسوار النهاردة، فتعالوا نكمل عليهم. ادي 9، ادي 1. ماشي، يبقى كده 9 أسوار، وادي كده العاشر، وهنرقي ال11 اهو. مليون، مش عارف ليه الأسوار غالية كده. ماشي، وادي الرق تاني فين. ماشي، دي كده حوالي 13 حبة سور. انا ما عديتهمش او مش متأكد من العدد يا جدعان، فانتوا خليكم معايا كده عشان ايه ضايع اصلا في العدد. تمام. زي ما انتم شايفين 4 ماشي. ماشي لسه بدري. بعد ما خلصنا ترقية السور، تعالوا نركب 3 مليون الباقيين دول مستخرج اكسير الظلام، وبكده ال5 عمال يكونوا خلصوا. والفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين 5 عمال. اقابلكم بعد 3 يوم اول ما دول يخلصوا. كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.